نصيحتي ليك هي انك ما خصكش تعاود الاسرار ديالك لكاع الناس اللي في حياتك، وماشي اي واحد دخل لحياتك تعاود له الاسرار ديالك، حيت ماشي كلشي غادي يتعامل معاك كيف باغي نتايا، ماشي كلشي غادي يقدر الظروف ديالك، ماشي كلشي غادي يقدر داك السر اللي نتايا عاودتيه له. اغلبيه في هذا الوقت هذا ديالنا الناس ولات كتقلب غير على النقطه ديال الضعف ديال الانسان اخر باش تبان قويه عليه، باش تسيطر عليه. فما تكونش نتايا السبب ان واحد الانسان يستغل شي مشكل عندك او يستغل شي سر نتايا عاودتيه له. الناس ديالنا حكارين، الناس ديالنا في هذا الوقت هذا ما كيبغيوش يدخلوا سوق راسهم، كيحاولوا ما امكن انهم يتشغلوا بمسائل ديال ناس اخرين وكينساو اكيد المسائل ديالهم الخاصه. الناس كتقلب غير باش تضحك على الناس وباش تبان ضعيفه عليها. ونزيدك حاجه اخرى، اي مشكل كتعاني منه، اي مشكل كتعيشه، حاول ما امكن انك تخليه في قلبك، ولا بغيتي تشكي شكي الله سبحانه وتعالى، لان اي ابتلاء كيجي من عنده، اي حاجه كتجي من عنده اكيد فيها حكمه ليك نتايا. وكن على يقين ان جميع المشاكل وجميع الظروف اللي كتعيشها عندها حل عند الله سبحانه وتعالى، غير مازال ما جاش الوقت باش الله سبحانه وتعالى يفرجها عليك. وكن على يقين ان الله سبحانه وتعالى غادي يفرجها عليك. امام الناس دائما ابتسم، قارهم بالابتسامه ديالك. حاول انك تكون قوي، حاول انك تبان قوي، حاول انك تستمد القوه ديالك من الله سبحانه وتعالى. واكيد وكنت اكد مزيان واخا يوقع اللي يوقع، الا كان قلبك نقي، الا كنتي انسان متخلق، الا كنتي انسان مربي، الا كنتي انسان قلبك كبير واخا تجمع الامه كامله باش يضروك باش يغدروك، الله سبحانه وتعالى معاك، الله سبحانه وتعالى في جنبك. غير المهم وديرها في بالك مزيان، ثق بالله سبحانه وتعالى.